عندك معتز مطر، محمد ناصر، أسامة جويش، عبد الله الشريف، كل دول كان بيجي لهم كل أول شهر تحويل بنكي لحسابهم البنكي، إن هو وصل له من 10,000 دولار ل 15,000 دولار على حسب الثقل الإعلامي بتاعه على منصات السوشيال ميديا. طب الموضوع ده لو كان اتشم في الإعلام، الموضوع ده ليه مخالفات قانونية كتير. ازاي المخابرات الامريكيه او الام اي 6 البريطانيه كانت بتمرر الموضوع ده من غير ما يتشم؟ في حاجه اسمها الام جي او. الام جي او دي اسمها منظمه غير ربحيه، بتكون منظمات اللي هي بتعمل اعمال الخيريه، المنظمات اللي هي بتدعم الحريات، حريه بقى البسكليتات، الحريه الراي، اي حريات، منظمات بتدعم او بتقف ضد الدكتاتوريين. فاجهزه المخابرات بتعمل الام جي او دي المنظمه غير ربحيه، وبترعى الناس اللي بيعارضوا مصر او بيعارضوا اي حد بيقف ضد اجهزه الاستخبارات دي. والله احنا هنبعت لعلي، هنبعت لمعتز مطر، هنبعت لاسامه جويش، هنقول لهم احنا منظمه غير ربحيه، والله انتوا بتقفوا ضد الدكتاتوريه ومع الحريات، فاحنا هندعمكم وهنشرف على البرامج بتاعتكم وهنديكم مرتبات وهندي فريق الاعداد بتاعكم فلوس، بس في المقابل انتوا هتقولوا الاجنده اللي احنا عايزينها. فتلاقي واحد بقى زي محمد نصر